ان فيلم الاستاذ بتاع محمد امام بدأ يتصور خلاص، وفيلم الاستاذ ابطاله حاجة عالمية. اولهم باسم سمرة، طبعا بيومي فؤاد، طبعا اسماء جلال جت مكان هنا الزاهد لان هنا الزاهد المفروض اللي كانت هتعمل العمل واعتذرت، وطبعا محمد محمود ممس. ومحمد امام الصراحه هدي ونزل الفتره اللي فاتت بكذا فيلم ومحضر كذا فيلم وبيشتغل على كذا فيلم. يعني محمد امام انا شايف ممكن يتصدر الدنيا دي كمان 5 سنين قدام بالافلام اللي هو بيجهزها والمسلسلات، وهو في مسلسل بيعمله في رمضان وفي كاتب اعتذر عنه فجابوا كاتب جديد، والكاتب الاول لما اعتذر لما جيهم سالوه قال لهم انتوا مديني وقت قليل وعايزين تطلعوا مسلسل حلو، فدي مش هتحصل. ودي برضو مشكله عندنا في مصر كبيره، ان هو بيجي في وقت قليل بيديك فيلم او مسلسل ويقول لك خد اعمل لي ده. طب يا باشا ما هو مفيش وقت، اعمله بس عشان الوقت معاك وبتاع. مفيش زي العكس لما بتلاقي افلام قاعده سنتين، قاعده 3 بتتكتب براحتها، قاعده بتتحضر براحتها. طبعا التحضير بالراحه ده بيبقى فيه اذى منه الممثل اللي هو ايه، بيتاجل له شغل، ما بيشتغلش زي الاول. لكن بعد ما المسلسل بينجح بيشتغل اكتر من الاول. فانتوا ما تجيش تعملوا المسلسلات بسرعه والافلام بسرعه وفي الاخر ما تنجحش والمنتج يخسر والممثل شكله يبقى وحش عشان ورق ما اتحضرش. والازمه دي شفناها في كذا حاجه زمان، في كذا مسلسل في رمضان وكذا فيلم في السينما. فالمفروض نركز في الحاجة لحد ما تبقى كويسة، حتى لو مش هيعمل أعمال تانية جنبها، عشان لما ده ينجح يقوم ب3 4 أعمال لوحده.